في الاهلي بعد مباراه وادي دجله النهارده. انتوا عارفين الفتره اللي جايه هيبقى في ماتشات المؤجله تلعب، بقى الزمالك هيلعب ماتشاته المؤجله والمصري هيلعب ماتشاته المؤجله، ففي حوالي يعني بعد ماتشات الاسبوع ال20 في توقف لبطوله الدوري لغايه يوم 17 او 18. وكمان زي ما عرفنا خلاص ان اتحاد الكوره قرر ان يكون في معسكر لمنتخب مصر من يوم 20 ليوم 27، وهيتخللوا مباراه وديه. الدوري هيتوقف اسبوع. ما كانش عامر حسين رئيس لجنه المسابقات حاطط في دماغه قصه المعسكر ده، لكن مستر كوبر اصر، فالدوري هيقف من يوم 20 او معسكر منتخب مصر هيكون من يوم 20 الى يوم 27 القادم ان شاء الله، وهيتم تعديل جدول الدوري الممتاز. يا ريت هشام حسين زميلي في الاعداد يجيب لنا الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات عشان يعني نشوف الحاج عامر حسين هيعمل ايه في السبع ايام بتوع المعسكر دول، وهيرحل الماتشات ازاي من بطوله الدوري المصري. كابتن حسام البدري النهارده مختار قايمه هيتلعب مباراه وادي دجله، واستبعد كوليبالي اللاعب الجديد للنادي الاهلي الايفواري، وبدا كوليبالي يتخنق، يعني بدا كده يقول هو كابتن حسام البدري بيستبعدني ليه، واتكلم مع وكيل اعماله وبعد الزملاء المقربين، ويعني زي ما قلت لكم كابتن حسام البدري لغايه دلوقتي مش مقتنع بكولوبالي. حتى يعني لعيبه النادي الاهلي في التدريبات اتفاجئوا بالمستوى الضعيف لسليمان كوليبالي، وواضح برضو ان لسه كابتن حسام مش مقتنع بمستواه فما بيحطوش في الماتشات لغايه دلوقتي. ففي تساؤل، خلي بالكم داخل النادي الاهلي الصفقه دي جت ازاي؟ يعني الصفقه دي جت ازاي؟ هنشوف، ممكن احنا نكون غلط وممكن يكون اللعيب كويس بس لسه ما انسجمش مع الاهلي، ولسه كابتن حسام حاسس ان هو ما وصلش للمرحله اللي يخليه يشارك في الماتشات. النهارده تشكيله كابتن حسام البدري حتى صرح، زميلي هشام حسن بيقول لي ان كابتن حسام البدري صرح وقال بينه كده وبين الناس يعني في النادي الاهلي ان هم الاهلي اشترى الفيديو، يعني اشترى شرايط الفيديو بتاعت سليمان كوليبالي، ما شافوش على الطبيعه. فدي مشكله طبعا، لازم اللعيبه الانديه الكبيره لازم تشوف اللعيبه على الطبيعه، بس طبعا هو كان بيلعب في اسكتلندا فكان صعب ان هو يجي يختبر في النادي الاهلي. خلينا نتوقع كده مع بعض تشكيله الاهلي النهارده. شريف اكرامي في حراسه المرمى، قدامه سعد سمير واحمد حجازي، وانتوا عارفين ان حسام عاشور النهارده عنده 3 انذارات.